نما ولا زينان إخواني ولا جلاوي جورا بخويني فيكم خيراتنا بالي خودك نما ولا زينان جيش حموتا خهاتيا خستن إيرو تخاجو دي بيرابي أو خواب نافتي خويا كرن شهيدة زيلان أما نافي ويناكي شهيدة زينب كناجية. رسالة الشهيدة زيلان كناجي إلى قيادة الحزب. اسمي زينب كناجي، ولدت عام 1972 في قرية المالي التابعة لمدينة مالاتيا. أنا أصغر أخوتي السنة. بعد إنهاء الدراسة الثانوية في مدرسة حيدر باشا المهنية الصحية توظفت في مشفى بيراجيك الحكومي بمدينة أورفا. وعندما نجحت في امتحانات القبول في كلية التربية والتعليم في جامعة إينونو في مدينة مالاتيا عام 1990 نقلت وظيفتي إلى مشفى مالاتيا الحكومي قسم التصوير والأشعة السينية. أكملت دراستي لأتخرج من قسم التوجيه والإرشاد النفسي. تزوجت من زميلي في الدراسة الجامعية. تطور اهتمامي بالفكر اليساري والقضية الكردية أثناء دراستي الثانوية، فتعمقت حينها في الكثير من أمور الحياة. وخلال دراستي الجامعية حددت اتجاهي من بين الأفكار اليسارية، فبدأت أميل إلى نهج حزب العمال الكردستاني بكك بشكل واضح. لم تكن هناك طليعة أمامنا في نضال الجامعة، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها عائلتي، وهذا ما أخر لدي حسم الأمر والوضوح الفكري لدي. بدأت بالنشاطات التنظيمية بين أبناء شعبي الكردي في مدينة أدنا التركية عام 1994. وقعت أسيرة بيد العدو التركي عندما كنت أناضل عام 1995 إن واقع القيادة المزيفة البعيدة عن الحقيقة الوطنية والمعتمدة أساساً على المصالح الفردية والعائلية والعشائرية هي التي تسببت باستمرار هذا الواقع الملعون لمدة طويلة. لذا لا يمكن لأي حركة طبقية أو قومية أن تحقق النصر إلا بوجود قيادة استراتيجية سديدة. فالقائد هو الذي يمثل الجديد والتطوير المطلوبين على أعلى المستويات، وهو الذي ينظم كافة جوانب حياتي بحسب متطلبات الرقي بواقع وحياة شعبه، ويعيش آلام مجتمعه ويشعر به من الأعماق، ويتحول مسؤولية الوصول به إلى بر الأمان والحياة الحرة. وما يقع علي أنا هو أن نتشبث بالإرث التاريخي العظيم الذي تركه لنا المناضلون العالميون والشرق أوسطيون والكرد، بعد أن حاول العدو التركي تحويل كردستان إلى وطن من دون شعب غير تنفيذ المجازر الجماعية بحقه، والتي راح مئات الآلاف ضحايا فيها. أما الأحياء منهم فقد حاول العدو ترهيبهم وترعيبهم وفرض عليهم تنفس رائحة الموت في كل دقيقة. كما أن النشاط التنظيمي بين صفوف شعبنا قد ضاعف من قدراته، وأثبت جدارة شعبنا في توحيد صفوفه تجاه الدولة التركية، وبالتالي تجاه كافة. إلى المرأة الكردية المقاتلة، لقد كانت المرأة قوة نافذة في المجتمع الطبيعي الكومونالي التشاركي، ولكنها بدأت تفقد حريتها وهويتها مع بدء تراكم رأس المال البدائي في يد الرجل المهيمن، بالتزامن مع ظهور المجتمع الطبقي وظاهرة الدولة. ومن حينها بدأت ظاهرة عبودية المرأة قائمة دون انقطاع ضمن كافة أشكال المجتمعات وحتى يومنا الراهن. ورغم أن نظر الاشتراكية المشيدة عملت على إزالة التناقضات الطبقية وفتح المجال أمام حرية البشرية، إذ إن انحراف الاشتراكية المشيدة عن مسارها النظري وعدم تناولها لقضية حرية المرأة بنحو استراتيجي شامل ومتكامل ارتباطا بالقضايا الأخرى قد أدى إلى عدم نيل النتائج المرجوة على صعيد تمكين حرية المرأة. أما وضع المرأة الكردي فهو أسوأ بكثير، حيث تقبع تحت القمع المضاعف كأنثى وككردية. لكن حسن الحظ لدينا اليوم يكمن في تناول قائدنا لقضية المرأة بنحو استراتيجي، بأننا بذلك فقط بإمكاننا اتخاذ مكانتنا المشرفة ضمن المجتمع البشري الحر. أب عملية في هاي بيكاني دروب وشاشيدا الخنبري عسكري تركا هذا شاشون نقابات صح حتى بيجي عسكري جهات الكشف كذا غير رنجي يعني بس عملية هذا زيلان كذا ورسالة فيها حتى سلوكاتي تفردت بجد بهذا زيلان
تبي أسكار بيجي كتابة ما هي مقدسة يعني بفيرنجي نافتكي يعني هذا زيلان بكتابة مقدس نافتكي يعني يقول تعليمات وأمريوي بمشي عندي رسالة إجبار التعليمات برويجي يقول تعليماتها أنا خبر ودبيجي دبيدارا آزادية نادي خوا إلا بخوينا شهيدة سرکردنی روزافار خوازن راستی شخوه ولا زیلان و داخل یاکرن حمد سر جیاناوی جنك چالاک بو راستی جنك طبيبة نفسي بوجي و دنو تكششات مها حزيراني بنما روش تيرانن خص چالاکی کچکل همبر روجا جمهوريات ترقابو وروجيت خصن آلاف وهلتن بناغي جنك حاملة شو خب قنبرا لفاندبو وشو اسلوبك السياسي جو أجد خازم از هيرو تبلي جمهورية ترقابهم از ديتالا كده كيف خوشياخوا بكم دور دخو فجران هفالي مجدان خياكرين يعني قلق عسكر دوي چالات كده هاتن کشتن براستی پرتوکا کوی داکت نوتو ششاده عند مها ششاده وجی داکت او پرتوک جوانا هات خندنو بلافو براستی چالاکیاوی گلکی تأثیرافه لجناکر دوی ساله جی کجامه لسروی پرتوکه تأثیر بو دنوتو ششاده کجامه هیواده هاده تبلی فعالیات بو قرارا خودال سر برتوكا زيلان سر چالاكيا زيلان تبلي فعاليات ابو ادنا فعاليات سر جوانا كار دكر پشتي سرو كات گرتن رابو بو خلاص از نما لفرد مينن دوي از درباسي جياب وشاغي شر گرتن ابو فعاليات بو لفرد هاتم كرن والشربو نما يعني تحمل كر درباسي جاي عزاد بو تبلي شرغاني آزاد براستي جي يعني مجني ما جني چالاك بون يعني دحم مجالي دما غير لا دجي او جناق يعني تشتك وندها قبول كرين يعني لا قوتنيوي ندر كدناوي لا دمني مالي دبانا براستي لسر ميراسي باجنا افجن خوغجمر كرن بيشنگ و ام سر میراث واجنا ام ایرو الورجی لهفد جبن و ام تبلی حمسازیات ام درباسی جای آزاد بون يعني کارن همه کاری خوا تبلی سازیات تبلی شر تبلی همه سیاستی ببن و دشورش روجاوا دشیش خب شورش بناوی جنه هات لیکرن راستی شورش روجاوا جی خدان خویا کرن يعني مل بملي مير خدان خویا کرن و شر کرن و گلک چالاکی روجاواتی بيقانين وك آرينا وك ميركانا وك هفرينا وك همه جنه و إيرو بون مرتاج مر براستي دوي أمجي لدو شوبا واجنا بن أم يعني ميراثي واجبير نكن بضمير خوا أم كار بكن وأم حيا داوي ام شوبا وابن و ام دبيجن شهيد نامرن سركفتن يا روجاواي يا جنا